هل استمرارية السعي تعني حتميا الوصول؟ للأسف مش دايما، ودي حقيقة أنا جربتها كتير قوي في حاجات كتير جدا سعيت فيها وحطيت فيها مجهود كبير قوي، وفي منها كان لسنين وموصلتش للحاجة اللي أنا عايزها. لكن الحاجة الواقعية اللي أقدر أضمنها لك من استمرارية السعي هي حتمية الخبرة، واللي هي عنصر أساسي في الوصول. خليني أقول لك حاجة شخصية، أنا بقالي سنتين كاملين تقريبا بحاول بقدر الإمكان إني أوصل لحاجة معينة، ولحد دلوقتي مش عارف. وعلى فكرة في ناس كتير حواليا وصلوا للحاجة دي بمجهود أقل ووقت أقل بكتير. مش هضحك عليك وأقولك إني كنت متحمس وبحارب وبحطم في الصخر على طول، لأني قضيت ليالي كتير في اكتئاب وإحساس بالفشل، وإني ضيعت وقت وفلوس ومجهود ومشاعر كتير قوي، وإنه يمكن ده مش مكاني والزمان ده مش زماني بجد، وإنه ما ينفعش أكمل. لكن في وسط الرحلة دي اتعلمت حاجات كتير عن نفسي، عن حاجات ما كنتش أعرف إني شاطر فيها، وحاجات اكتشفت إني مش شاطر كفاية فيها، وبقى عندي خبرة كبيرة في حاجات كتير. وفي الحقيقة دي مش أول مرة يحصل معايا كده، ومش دايما ببقى فاهم قوي، لكن الله بيرتب حاجة مختلفة وجميلة، بس لازم تكون انت جاهز ليها. والكتاب المقدس بيقول: لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. فحقيقي أفكار الله وخططه لينا هي أعظم بكتير مما تتخيل، لكن عشان نعرف نستقبل الأفكار دي لازم نكون جاهزين عشان نشيلها. وبما إن الحاجة اللي بسعى فيها مش شغالة لحد دلوقتي بعد أكتر من 250 محاولة تقريبا، وأنا لسه متضايق إنهم مكملوش، لكن قررت أبدأ المشروع بتاعي اللي بحلم بيه وأشارك التجربة معاكم، رغم إني مش ضامن إنه هينجح بنفس الطريقة اللي أنا حاططها في دماغي، لكن بتمنى يكون ليه تأثير كبير في بلدنا. وعشان كده من فضلك كمل في اللي انت فيه، عشان الفرصة مش مستنياك تجهز، لكن انت اللي بتجهز عشان لما الفرصة تيجي تقدر تكون قدها. أنا راني، وده اليوم العاشر اللي بشارككم فيه وأنا ببني مشروع أحلامي. ربنا معاكم.